السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة باللون الاحمر تحت الفيديو، وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله، ولسه هنزله بأمر الله. وتستفيدوا من اي فيديو بنزله حتى لو معلومة صغيرة اوي. طبعا لو عايزة تعملي الفطير المشلتت بالجمال والحلاوة اللي انت شايفاها دي، اتبعي الفيديو واتفرجي عليه للآخر. آه هت هتنبهري بالطريقة بصراحة. بصوا طاري ازاي، يعني تبرميه يتبرم، تتنيه يتنهي. بصي حتى لما طبقت 4 اتطبق ومقالش لأ. ف يعني تابعي الفيديو للآخر، هتعرفي تفاصيل فيه بسيطة جدا، هيخليكي تقومي تعمليه على طول، ودايما هتعمليه في البيت وهتفرحي ولادك، وهيبقى من ايدك زي العسل بإذن الله. بس ما تنسيش بقى اللايك على الفيديو الحلو، وان شاء الله ندخل في الطريقة و... والفيديو يعجبكم بأمر الله. بصوا بقى يا حبايب قلبي، دول 2 كيلو دقيق. حطيت يعني كل دي، يعني جربي في كيلو دقيق تحطي عليه معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة سكر. فدول 2 كيلو دقيق. معلش الحتة الأولانية بس دي ما تصورتش. حطيت لهم معلقتين صغيرة ملح ومعلقتين كبار سكر، وبتعجني بمية فقط. أظن مفيش أسهل من كده، سهلة وبسيطة وتقدري تنفذيها. بس بتقعدي بقى تعجني فيها حلو كده. يعني بقى بصي، طلعي بقى كل مجهودك في العجين، ولحد ما تلم معاكي وتبقى عجينة طرية وحلوة كده. هنكورها كور وتقسميها. انا الكيلو دقيق بكوره على 6 كور، انتي وعلى حجم الفطيرة اللي انتي عايزاها برضو. بصوا هنا، انا بقى عملتها كور، ومسحت كده الصينية زيت خفيف كده، مسحة زيت خفيف عشان ملزقوش في بعض، ومسحت وشها برضو زيت عشان ما تعملش قشرة وتنشف، وغطيتها بفوطة وسبتها ترتاح بقى نص ساعة بس. وبعد ما ترتاح بقى، تابعي وشوفي هنعمل فيها ايه بعد ما ترتاح ان شاء الله. بصوا بقى هنا يا حبايبي كانت ارتاحت. هاخد بقى اول كورة انا عملتها، هفردها، هتتفرد معاكي بكل سهولة، يعني عجينة لينة وجميلة. هتفرديها كده زي ما انت شايفة بالنشابة بإيدك. بس أنا بس عشان إيدي وجعاني يعني، ادعولي كده ربنا يشفيني يا رب، ايديا وجعاني قوي. يعني بعمل على قد ما أقدر بصراحة. وزي ما انتوا شايفين كده في محشرين كتير بيساعدوا. بصوا عيالي قاعدين عمالين بيحطوا ايديهم قبل ايدي، بس طبعا دي يعني حاجة حلوة. تخيلي بقى ان كل حاجة كده يشاركوا فيها معاكي، فدي بتبقى حاجة يعني حاجة حلوة بصراحة، بيقوموا مبسوطين اصلا وفرحانين. بص انا فردتها على قد ما تقدري كده، وامسكي حرفها كده وطلعيها لبره بتتمط معاكي حلو. ودهني بقى، دهنيها كده حبة سمنة بايدي كده، دهني كل الوش ده، وطبقيه زي ما انت شفتي كده، النص ده على النص ده، وبعدين تطبقيها كده وطبقيها كده، تبقى عاملة زي ايه المربع كده. بعدين ناخد كل الاطراف دي نعملها زي الحجاب ونحطهم جنب بعض. بص بقى رصيتهم كلهم، عملتهم كلهم بنفس الطريقة، وغطيتهم وسبتهم تاني نص ساعة ارتاحوا. وبعدين هاخد أول كورة عملتها، وهجيب صينية فرن هدهنها مسحة سمنة، وهاخد أول كورة أفردها فيها. في أسهل من كده بذمتك يعني؟ شفتي سهولة زي دي؟ أظن مفيش. بص بقى ما بترتاح بنفردها بكل سهولة ازاي، على قد الصينية، بتديها برضه مسحة خفيفة أوي سمنة على الوش عشان لما نقلبها بس. وحطيتها على النار. انا ما بحطهاش في الفرن، انا بحب اعملها على يعني على النار من فوق، بتبقى حلوة جدا. بصي بحطها على نار وسط، وبفضل واقفة جنبها كده يعني دقيقة، مجرد ما احس ان الوش بتاعها لونه اتغير كده. بصوا زي ما انتوا شايفين المنظر ده، غير اول ما بتحطي العجينة لونها بس بتشمع شوية كده، بروح قلبها الناحية التانية على طول. بس سهلة وبسيطة، وان شاء الله تعمليها ويبقى جميل اوي من ايدك بأمر الله. بس وبتفضلي تلفي فيها يمين وشمال عشان كلها تاخد لون واحد،
وتبقى لونها يعني ما لونها ميغمقش من حتة وحتة، لأ بتفضلي تلفيها كده بس وتفضلي بقى تعمليها كده يمين وشمال وفوق وتحت، يعني قلبيها كويس. وبتجيبي حلة بغطا عشان تفضل يعني طرية كده وما تنشفش. جيبي حلة، كل اللي تعمليه تحطيه في الحلة وتغطيه لحد ما تسوي الكمية كلها و... وتشيليها عادي بقى، عايزة تشيليهم في كيس في الفريزر. بصوا هنا كنت بوريك اول واحدة خدتها من الصينية اهي سويتها. هعمل واحدة تانية اهو معاكم برضو. هدهن الصينية بمسح السمنة وهاخد التاني كورة عملناها برضو لميتها زي البقجة كده، وبعدين هبططها افردها كده في الصينية. ما تخليهاش رقيقة قوي عشان ما تنشفش منك، احنا عايزين سمكها وسط كده عشان برضو يبقى فيها طبقات يعني كده. بس بصوا بقى خلاص هنا برضو حطيتها يدوبك لونها غير وقلبتها. طبعا كنت بصور بايد وبوريكم بايد، اعذروني يعني لو التصوير مش احسن حاجة. بس طبعا عشان انجز حطيت صينية تانية، لان زي ما قلتلكوا يعني تعبانة شوية، فقلت عشان اخلص بسرعة حطيت صينيتين وبقيت اسوي هنا واحدة وهنا واحدة. فعلا ما خدوش وقت خالص يعني، على البوتاجاز ما بياخدوش 3 4 دقايق سوا والله. بس بصوا زي ما انتوا شايفين بتاخد لون على طول. هنا كنت خلصت الكمية كلها وحطيتها في الحلة وغطيتها بالغطا. اظن طريقة سهلة وبسيطة واتمنى انكم تجربوها وتقولي لي رأيكم فيها ايه. ولو عملتوها بنفس الطريقة بتاعتي دي يا ريت تقولي لي في كومنت. وطبعا لو وصلتي لاخر الفيديو وما اشتركتيش انزلي بسرعة اشتركي باللون الاحمر. دوسي اشتراك وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان ان شاء الله يجيلك فيديوهات حلوة كتير وان شاء الله تستفادوا منها. واتمنى تقولوا لي رأيكم في القناة ايه عشان نفضل مع بعض العمر كله بإذن الله، وما تحرمش منكم ابدا وربنا يخليكم ليا يا رب. بصوا هنا بقى كنت بوريكم والله يا جماعة مرقة حاجة تحفة. هتعجبكم جدا مع بقى جبنة قديمة مع عسل وطحينة، حاجة كده تحفة. تقومي في ثانية تعمليها الولاد يتعشوا بيها، حلوة جدا وهتعجبهم وان شاء الله مش هيبطلوا يطلبوها منك. وطبعا عارفة نظافتها في البيت وعارفة ايدك نظيفة، انت مش ضامنة برا عاملينها ازاي. اما تعملي الحاجة في البيت طبعا بتبقى افضل 100% يعني بصراحة. فطبعا بتعمليها كفاية ان حتى الولاد وهم قاعدين هيساعدوكي، بتبقى فرحة ليهم ونظافة وحاجة كويسة. فان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي في الكومنتات حلوة، وهعمل لكم وصفات كتيرة ان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. باي.